السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. والله خير الماكرين. المغربي رضا سليم في النادي الأهلي بإذن الله لمدة 4 سنوات. صفقة تقيلة وصفعة تقيلة، أتقل من صفعة الشحات للشيبي. المواقع والصحف المغربية هي اللي سبقتنا، وهي اللي نشرت الخبر، وهي اللي أعلنت عن انضمام رضا سليم للأهلي في الوقت اللي الصرصور وحشرات المختلط بيعملوا فتنة ويولعوا فتنة بين الأهلي وبين المغرب، وفي الوقت اللي الإعلام القذر في مصر رياضيا بيستضيف مجهولين ونكرات من المغرب عشان يتطاولوا على الأهلي وعلى حسين الشحات. القفا بتاع رضا سليم نزل على الصرصور وعلى الحشرات وعلى إعلامهم القذر. الأهلي بيخلص واحدة من أهم وأكبر الصفقات المغربية في السوق الرياضي والكروي العالمي، مش المصري ولا الأفريقي. ومنين؟ من نادي الجيش الملكي المغربي، النادي اللي منه محمد الشيبي، النادي اللي طرد محمد الشيبي. يا كسفتك يا جرستك يا هلفوت انت والصرصور. رضا سليم نجم الأهلي المرتقب، هو الهداف للدوري المغربي الأخير، هو أحسن لاعب في الدوري المغربي الأخير، هو اللي قاد نادي الجيش الملكي لإحراز بطولة الدوري المغربي لأول مرة من 15 سنة. رضا سليم في طريقه للنادي الأهلي إن شاء الله للانضمام لبطل مصر، البطل أفريقيا، لنادي القرن. المفاوضات بدأت بقالها 3 أسابيع، لكن كان في مبالغة ضخمة من نادي الجيش الملكي. بعد مفاوضات مش سهلة، الجميع وصل لطريق العقل، وانتهت المبالغة الرهيبة من نادي الجيش الملكي في تحديد السعر. اللاعب كان له دور كبير في الإصرار على الانتقال للنادي الأهلي والامتناع عن التدريب للاستغناء عنه. قبل ما أكلمكم عن كفاءة ومهارة المهاجم رضا سليم، عايز أعرف وأشوف الصراصير والحشرات اللي كانوا بيوقعوا بين الأهلي والمغرب عاملين إيه دلوقتي. أهو الأهلي ساب الدنيا كلها وراح المغرب وجاب أحسن لاعب في المغرب في الدوري اللي فات. المغاربة يحبوا الأهلي جدا، اسألوا وليد أزار، اسألوا بدر بنون، اسألوا أشرف بن شرقي لاعب الزمالك اللي هيموت وينضم للنادي الأهلي. على فكرة الزمالك والأسيوطي عملوا كل حاجة، بعد ما اتصدموا راحوا يعطلوا الصفقة ويقولوا الحق كرامة الشيبي وكرامة المغاربة. الجيش الملكي قال لهم شيبي ده سوابق، ده احنا طردناه، احنا رميناه ببلاش، احنا كان ليه عقد معانا ورميناه ببلاش وجاب بيراميدز ببلاش. كويس انه لقى نادي منحرف زيه يتلموا على بعض. على فكرة محمد رشوان محامي النادي الأهلي تقدم اليوم بخطاب رسمي للسفير المغربي في دولة مصر للتحقيق مع المواطن المغربي محمد الشيبي الذي يعمل في مصر بعد الإشارات المسيئة التي وجهها اللاعب محمد الشيبي بأصابعه لجماهير الأهلي بهدف التحقير من شأنهم والتحقير من شأن ناديهم، مما يسيء للعلاقات بين البلدين وبين الشعبين. محمد رشوان طالب السفير المغربي بضرورة طرد الشيبي فورا من مصر. على فكرة منتشر جدا على الفيديو على اليوتيوب رامي ربيعة وهو رايح للحكم الرابع بمنتهى الأدب وبمنتهى الذوق بعد هدف بيراميدز الأول يشتكي له من التصرفات الحقيرة والشتائم والإشارات البذيئة اللي وجهها محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد الهدف.
لكن للأسف الحكم الرابع لم يفعل شيئا على الإطلاق، ومحمود فتح الله مدرب بيراميدز الزملكاوي راح اعتذر لرامي ربيعة والاحتياطيين النادي الأهلي. أرجع لكم مين رضا سليم، مهاجم المغرب الذي سينضم إن شاء الله لصفوف الأهلي. رضا سليم 23 سنة، سريع جدا، وده أهم حاجة عندي، سريع جدا، هداف، بيلعب برجليه الاتنين زي بعض، مهاري قوي، هو مستقبل. Battle Royale Dragon Ball Super is now available in PUBG Mobile. In this mode, players will experience a whole new kind of combat. Players can play as مستقبل الكرة المغربية، كسب فرقته الدوري بعد 15 سنة في 34 مباراة لعبها في الموسم، جايب 27 هدف واسيست. اللي ما شافش رضا سليم نسخة من عماد متعب، بس لما كان عماد متعب في أحسن حالاته. على فكرة محمود الخطيب عامل اجتماع مهم جدا 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 النهاردة مع لجنة التخطيط ومع سيد عبد الحفيظ ومع المسؤولين في الكرة في النادي الأهلي للاتفاق على الصفقات الكثيرة، سامعين، الكثيرة والمتنوعة والمؤثرة للحفاظ على النادي الأهلي صلبا وقويا في الموسم المقبل. محمود الخطيب النهاردة إن شاء الله هيدرس كمان الأحداث اللي حصلت في مباراة بيراميدز قبل ما يدي إشارة الانطلاق لإرسال الشكوى اللي الأهلي هيقدمها واللي هكلمكم عنها حالا. الخطيب هيدرس كمان الإعارات، مين يرجع من الإعارات ومين الأهلي يستغنى عنه بإذن الله. إنما شكوى الأهلي مش هتبقى زي أي شكوى. شكوى الأهلي ولأول مرة هتشمل عشرات الحالات التي حدثت من لاعبي